صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا وسهلا بحضراتكم، برحب بيكم معانا وحلقه جديده ولقاء جديد في حياتنا في يوم الاربع. يوم سعيد على حضراتكم يا رب ان شاء الله. كل واحد فينا وهو نازل من بيته رايح مشوار، رايح شغل، ورايح في اي مكان بنقابل في حياتنا طول الوقت، في مجال العمل، في اي مكان بنروحه، في نوادي، في الشارع، في مكان التسوق، اي حاجه بنقابل الناس ونحتك بيهم. طبعا لو رحنا وركبنا مواصلات عامه، لو رحنا اماكن لتخليص اوراق، اماكن حكوميه، المهم ان احنا تعاملنا في حياتنا كله ملخص يقول انه لابد ان احنا نتعامل مع ناس وسلوكيات الناس. زي ما بقول طول ما احنا ماشيين في الشارع كده بنبص ونتفرج على سلوكيات، منها الايجابي، اكيد ما احناش كلنا وحشين، لكن كمان في سلوكيات سلبيه كتير قوي في حياتنا. ايه اللي غيرنا بهذا الشكل وايه اللي خلانا بنرتكب كثير من السلوكيات الخاطئه؟ ودور الإعلام بقى في إبراز هذه السلوكيات الخاطئة علشان نحاول نعالجها أو نحاول نشوف لها حلول. اللي ممكن يغير هذه السلوكيات؟ هل هو عدم فهم، عدم وعي، هل هو استهتار؟ يعني فكرة الناس لما تلاقي مثلا طفل صغير ماسك مفتاح ولا قلم ولا أي حاجة وهو ماشي كده يروح عامل خط على عربية، ليه؟ لما بنتعامل بننسى حتى المبادئ الاخلاقيات والدين. زمان لما تبقى في مواصله او عامه وتلاقي راجل كبير او ست كبيره وشاب صغير قاعد ولا فارق معاه ولا حتى يقول له، مع ان احنا اتربينا على كده، اتفضل حضرتك واقعد. احترام الطوابير، احترام الكبير، في حاجات كتير كده هنتكلم فيها مع حضراتكم النهارده مع ضيفنا اللي هيشرفنا بعد شويه عن فكره السلوكيات. وازاي نحاول ان احنا نعدل من سلوكياتنا. على فكره هي مش بس مساله حضاره ولا تقدم ولا رقي، ده كمان من صميم الاديان. خلونا نبتدي معاكم باخبارنا زي ما اتعودنا، وبعدين هنتكلم معاكم ومع ضيفنا بعد شويه في هذا الموضوع. اول خبر معانا، وزير الماليه 5.8 مليار جنيه للتموين والنقل والكهرباء تلبيه لاحتياجات المواطنين. اعتمد عمرو الجرحي وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بقيمة 5.8 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء واتحاد الإذاعة والتلفزيون وصندوق التمويل الإسكان الاجتماعي لدعم جهود هذه الجهات في تلبية احتياجات المواطنين. وصرح الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة بأن الإتاحات تتضمن 1.5 مليار جنيه لوزارة التموين، تشمل مليار جنيه قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية و500 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز الجديدة عن شهر مارس 2016، وكذلك 480 مليون جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد 300 ألف طن قمح. وأضاف أن الاتحاد تشمل أيضا مبلغ 500 مليون جنيه لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لتوفير جانب من الاحتياجات التمويلية اللازمة للصندوق لتوجهه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، ليصبح جملة ما تمت إتاحته لهذا الغرض ملياري جنيه، وهو ما يؤكد قيام وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها. وأكد معيط أنه تمت إتاحة 250 مليون جنيه كدفعة ثانية لشركة السكر للصناعات التكاملية لسداد مستحقات الشركة عن استلامات قصب السكر من الفلاحين، ليصبح جملة ما تم إتاحته 500 مليون جنيه لحين موافاة الوزارة بكميات القصب التي تم تسلمها. وأوضح أيضا أن الاتحاد تشمل أيضا ملياري جنيه و589.4 لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركة الكهرباء عن شهر مارس 2016، وتضم أيضا 86.7 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق عن شهري يناير وفبراير الماضي، وفقا لبروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة المالية والتربية والتعليم والنقل. تاني خبر معانا مشاهدينا، تحسين أوضاع الفلاح والاهتمام بالتصنيع الزراعي. الرئيس يوجه بالتوسع في استخدام الري الحديث. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل على تحسين أوضاع الفلاح وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير أصناف التقوي والبذور الزراعية المحسنة عالية الجودة والإنتاج. وأشار خلال اجتماعه بالدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة، بما يعظم من العائد الاقتصادي لهذا القطاع. وشدد على أهمية تعظيم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة والعمل على تطوير الأساليب
والأدوات الزراعية والتوسع في استخدام الري المطور والحديث، مشيرا إلى أن ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الوزير أوضح أنه تقرر عقد اجتماع دوري للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير واستصلاح 1.5 مليون فدان الذي يهدف إلى تحقيق نهضة زراعية لمصر تمكنها من استيعاب النمو السريع للسكان. نقص الخدمات المقدمة للمواطنين يسيطر على مناقشات البرلمان. النواب، الصحة والتعليم والصرف الصحي أهم المشكلات. شغلت مشاكل المواطنين ونقص الخدمات بالعديد من المناطق وبصفة خاصة القرى والنجوع جلسة مجلس النواب الأخيرة، حيث تمت مناقشة عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب والتي وصل عددها إلى 250 بيانا عاجلا. وطلب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس النواب بعدم الخوض في قضية الطالب الإيطالي ريجيني نظرا لحساسية هذه القضية، داعيا الانتظار لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها. كان المجلس قد وصل في جلسته أمس مناقشة البيانات العاجلة التي كان قد قدمها أعضاء المجلس منذ بداية الدورة البرلمانية، والتي يثير فيها النواب العديد من المشاكل التي يعاني منها دوائرهم، وعلى رأسهم نقص الخدمات. كما دعا النواب إلى حماية المواطنين من أخطار الفيسبوك بإصدار مشروع قانون الجريمة الإلكترونية. كانت جلسة المجلس قد تأخر انعقادها لأكثر من ساعتين نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وفي بداية المناقشات انتقد النواب غياب الوزراء عن حضور الجلسة خلال مناقشة البيانات العاجلة المقدمة في مواجهتهم. ومن جانبه أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية أن الحكومة حريصة على التعاون مع البرلمان، مشيرا إلى أن عدم حضور الوزراء جلسة المجلس بسبب تزامن موعد الجلسة مع اجتماع اللجان المشكلة لدراسة بيان الحكومة وتوجيه رؤساء اللجان دعاوي لأعضاء الحكومة لمناقشتهم في البيان. وأكد العجاتي أن الحكومة لا تتأخر وأنها تتعاون على أكمل وجه مع النواب. آخر خبر معنا مشاهدينا، رئيس الوزراء الحكومة تعتزم الانتهاء من جميع المشروعات التي يتم تنفيذها وفق التوقيتات المحددة. أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أمس خلال اجتماعه اللجنة الوزارية الاقتصادية عزم الحكومة على تحقيق التنسيق الكامل للانتهاء من كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض وفقا للتوقيتات المحددة في برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للإجراءات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات، مشيرا إلى أن التنفيذ سيتم وفق أولويات تراعي البدء في المشروعات ذات المعدلات التنفيذ المرتفعة، وكذلك التي تسهم بقدر كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وصرح السفير حسام قويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرض خلال اجتماع الموقف الخاص بمشروعات محطة تحلية مياه البحر في كل من مدن سفاجة والعلمين والطور، والتي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى الوفاء باحتياجات تلك المدن من المياه، حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بمدينة الطور بطاقة 10,000 متر مكعب يوميا. كما يتم تخصيص موقع لإقامة محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجة بما يتناسب مع الاشتراطات الفنية والبيئية، ومن المقرر الانتهاء في أسرع وقت ممكن من محطة مياه البحر بمدينة العالمين لدعم مشروع إقامة مدينة العالمين الجديدة وتوفير كل متطلبات التنمية لها وإمدادها بالمرافق اللازمة. دي كانت أخبارنا للنهاردة مشاهدينا. استاذن حضراتكم نروح لفاصل ونرجع نرحب بيكم، وضيفنا هنتكلم معاه النهاردة عن دور الإعلام في تعديل سلوكياتنا. خليكم معانا. اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه، برحب بحضراتكم. طبعا احنا معاكم على الهواء مباشره، مستنيين تواصل حضراتكم معانا في موضوعنا النهارده بنتكلم فيه عن محاوله لتعديل السلوك. يمكن الاعلام بيتكلم باكثر من طريقه، الاعلام جميع طرق الاعلام او يعني وسائل الاعلام سواء المرئي او المسموع او المقروء. على امل احنا ان شاء الله في يوم من الايام نشوف هذا التعديل للسلوك، لانه المطر على مجتمعنا ما كانش موجود قبل كده. نرحب بضيفي في البدايه هنتكلم معاه اكتر في هذا الموضوع، الاستاذ حسيني هريسه الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاحرار. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين. استاذ حسيني، هبتدي مع حضرتك بفكره انه هو ايه اللي حصل للمجتمع؟ يعني
زمان ما كانش هذا الشكل، او ويمكن اكتر اللي يحكي لك هذا الكلام الناس الكبار في السن، يقول لك فعلا. لا احنا ما كانش عندنا السلوكيات دي، حاجات كتيره طرقت على مجتمعنا ما كانتش موجوده قبل كده. ايه السبب في التغيير اللي حدث للمجتمع المصري؟ هو السبب الرئيسي يا فندم في الآونة الأخيرة برضو أنا بحمل الأسرة المسؤولية، تبقى يعني مسؤولية كاملة على كل أسرة أو كل رب أسرة. لازم يبقى فيه وعي ثقافي في النشأة في الأول يعني قبل سن معين يعني. الحاجة التانية طبعا حضرتك الفترة الأخيرة ديت شفنا حاجات كتير، يعني شفنا حاجات كتير غريبة على المجتمع بتاعنا شوية، مش أيوة. صح ولا ايه؟ صح. يعني انت وانا والكل، يعني كل حد شافها حاجة يعني ايه، يعني مش بتاعتنا، مش هنا، مش المجتمع بتاعنا احنا. الحاجة التانية اللي برضو يعني لازم برضو كل واحد ياخد باله منها، ان لازم يكون هناك تعديل، او ممكن نرفع شعار تغيير السلوك اللي هو اللي احنا بنتبعه دلوقتي او المعظم دلوقتي بتاعنا. مين المسؤول؟ يعني احنا لو بنتكلم النهارده يمكن عنوان الحلقه عن الاعلام او دوره في ده، هل فعلا الاعلام عنده هذه القدره او يستطيع انه يلعب هذا الدور في تعديل السلوك؟ ده اول حاجه يا فندم، ده الاعلام مسؤول، الاعلام مسؤول، الصحافه مسؤوله، كل راجل مسؤول عن تنظيم السلوك. الاعلام، انا يعني حضرتك استاذه ليا اللي انت قدمتي الى لتنظيم السلوك، حضرتك انت مسؤوله الاول، انا كصحفي مسؤول، كل واحد مننا مسؤول عن المهنه بتاعته. يعني ما تقول يعني مش عايزين نستثنى حد، لا، الاعلام مسؤول، الصحافه مسؤوله، راجل المرور مسؤول، المحافظ، الوزير، لا عندي رئيس كله ده مسؤول عن السلوك عامه في المجتمع بتاعنا. لقينا حاجه مشكله مثلا، يعني حضرتك امبارح حضرتك لو تابعتي ان نقيب شرطه صدمته سياره رجل اعمال تحت التاثير من السكر. ما ده حضرتك ده برضو مشكله لازم نعاني منها. امبارح برضو في تعدي على مدير مدرسه السيده خديجه في اداره العجوزه من بعض اولياء الامور. طب ليه؟ لا، ايه اللي حصل؟ ايوه، ما ده سؤال دايما بقعد اسال، هو ايه اللي حصل في المجتمع؟ ايه اللي حصل في المجتمع؟ في بعض التحليلات بتقول انه الهجره وتغيير الثقافات اللي حدثت في المدن الكبيره، زي يعني يمكن القاهره مكتظه وبتعاني اكتر واحده من هذا التغيير. المحافظات الكبيره بصفه عامه، يمكن القاهره عشان فيها العدد الاكبر من الناس، انه كل واحد جه بثقافته، كل واحد جه بسلوكياته، فبالعكس الكويس ما طغاش على الوحش، ده الوحش اللي طغى على الكويس. هل فكرة فعلا التكدس، هل فكرة الهجرة من أقاليم مختلفة ومن حتت مختلفة للقاهرة مثلا، هديها كمثال لأنه ده حاصل كمان في محافظات تانية، هو اللي غير من هذا السلوك؟ هل ممكن أعول على ده وأقول إن ده السبب في تعديل أو في تغيير هذا السلوك؟ التغيير السلوك يا أستاذ داليا بزيادة تعدد السكان والأفراد. حضرتك لو يعني بالمثال كده، لو في فصل دراسي في 15 طالب، هيكون السلوك بتاعهم غير ما يكون عندي 40 طالب. طبعا ال 15 انا يعني هسيطر عليهم وهيكونوا تحت السيطره. اما يكونوا 20 هتكتر مني، خدتي بالك، هتكتر مني شويه، فما ينفعش ان يبقى مدرس واحد لل 20، لا يبقى في 2. بمعنى لما كنا بنمتحن في الجامعه او في الجامعه قبل كده، لما تلاقي حضرتك تلاقي القاعه مثلا فيها 7 أو 8 ملاحظين، يقول لك عشان يراقب عمليه الامتحان. طب ليه عندك العدد كتير، انما لو كان العدد يعني اقل شويه ممكن يبقوا 2 أو 3. فاحنا هنا دلوقتي في تزايد في السكان، وبنشهد يعني دلوقتي ما شاء الله داخلين على 91 مليون، خدت بحضرتك. فلازم يكون ثقافه التوعيه اكتر شويه. مين اللي يقدر، او ازاي يتم تعديل السلوك، او ازاي يتم التوعيه لتعديل كثير من السلوك بقى اللي هنتكلم عنهم؟ هنشوف عدد من السلوك عشان برضه نحاول نوعي. حضرتك توعيه، هل معلش بعد اذنك
ده يدرس في المدارس؟ التوعية ده يدرس في المدارس؟ ما بيدرسش، هو مش مادة مقررة زي الأنشطة، زي الألعاب، زي الحاجة. لا، يبقى طب يبقى يكون في فكر مثلا حضرتك من المدرس. بس أنا عايز أخد من المرحلة، أبدأ من الصغر. ما اخدش بقى بعد الاعدادي او بعد فتره الثانوي واكلمه في سياسه السلوك ازاي. لا، انا عايزه ابدا معه من كي جي 1. طب ده كان دور المدارس زمان، ايه اللي حصل؟ بس هاخد تليفون سريعا بس احكي ايه اللي حصل. استاذ سعيد. الو. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. بتكلموا النهارده على السلوك المجتمع والسلبي. المجتمع ما يحتملش اللي انتوا برضه مثلا تحملوا المسؤوليه. استاذ حضرتك بس تعلي صوتك من فضلك عشان اسمعك كويس. حاضر يا فندم. كده كويس. الاستاذ بيتكلم بيقول انا بالحق. سامعاني كده كويس؟ ايوه يا فندم معاك. سامعاني كويس؟ ايوه. لا، انا بقى ما بنحملش المسؤوليه للعيله بس. انا بنحمل المسؤوليه للاعلام اللي هو الاغاني اتغيرت. عندك حق. الاعلام اتغيرت. فعلا في حاجات احنا بقينا مصطلحات نسمعها كده، مصطلحات كلام نسمعه. انا عندي مثلا فتره 33 سنه، في حاجات ما سمحتهاش غير في 2015 2014 2000 كده يعني، من بعد مثلا نقولوا من بعد الثوره اللي بيقولوا عليها دي. ماشي. صح. لا، انا بنقول مثلا في المدرسه عليها جزء ما فيش حد يخلي مسؤوليته منه. يا ريت نخلي الاطفال الصغيرين، نحافظ على الاطفال الصغيرين، لان اللي بيحصل دلوقتي والبرامج اللي هي بتسن سهرانه للساعه 4 والساعه 3، الاعلام خنقنا وكل يوم كلام مش عارفين، كلام بصحيح، كلام بحق وحقيقي، كلام كده. كل واحد بيعمل برامج عشان خاطر يلم نسبه مشاهده. هو عنده لما يبقى عنده نسبه مشاهده عاليه، هو ده المكسب الوحيد. ما فيهاش ازمه الاخلاق اللي احنا فيها دي. والناس اللي هي مثلا صح يا استاذ سعيد. يعني انا بشكرك. الرموز. لا فندم، اديني فرصه لو سمحت. اتفضل. الرموز في رموز في البلد، الناس بتزعل لما بتسمع عنها حاجات. لو هي حقيقي بحقه حقيقي اوكي عادي. يعني في ناس تعز على البشر، بنسمعوا حاجات عليها كذب في كذب كل يوم. ده ينفي، ده يحجج، ده يتكلم كلام وده يقول كلام. وانت لو تتابع حضرتك التلفزيون هتلاقي كل برنامج بيستهر بخياله. يعني انا مثلا حضرتك زعلان منك، بيني وبينك مثلا حاجه، بنيجي حاطط عليك الليله. ايوه. الليله الجايه تلاقي واحد حاطط على الثاني. وبالذات الرياضه، انا عندي الحل ده في الرياضه وفي الشغل. شغلونا يا جماعه. وبعدين احنا سامعين ان في 1.5 مليون فدان بيتعمل. انا بنضرب المسامير بخيره من حته اسمها كومت روجر. احنا لازمنا ارض يا ريس. انا بوجه كلام للرئيس عبد الفتاح السيسي مباشره. احنا عايزين ارض. احنا فلاحين نعرف نديرها. ايوه. الله رانا نجوز توليد عماله ونعرف نشغل ال 75 ان شاء الله باذن المصريين هتبقى بكره احلى باذن الله. انا بشكرك يا استاذ سعيد. يا فندم بعد اذنك اديني فرصه لو سمحت. اتفضل. ثاني، لان اي برامج ثانيه بتشتغل على ال 0900 دي والزر، واحنا ما معناش نتكلم ال 0900 دي. طيب ماشي. كويس ان في فرصه ان الواحد يوصل. ماشي. احنا في كومت روجي او المسامير تمه. احنا ما عندناش مصنع. مفيش مصنع في ابو المسامير. مفيش مصلحه في ابو المسامير تلم شباب وتلم الناس تشتغل. وعندنا كومت روجي احنا لسه الصف داخلين اول امبارح، لسه ما اشتغلش قدامه سنه ولا 2. انا بنقول للرئيس يعني انت رسالتك النهارده يا استاذ سعيد بتوصلها للرئيس عبد الفتاح السيسي انك عايز تروح تشتغل. كل اللي في ابو مسامير عايزين يروحوا يشتغلوا. انا بشكرك جدا، يا رب ان شاء الله رسالتك توصل ونشوفكم كده وايديك وهي بتبني هذا المشروع باذن الله، ونشوف خيراته في القريب العاجل. بنتكلم على ال1.5 مليون فدان اللي لسه طبعا لسه ان شاء الله يتسلم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. بس ده جميل. يعني الشباب عايزه تشتغل. هو بيقول لك عنده 33 سنه وعايز يشتغل، وابو مسامير كلها الشباب فيها عايزين يشتغلوا. فدي فرصه، وناس فلاحين وعندهم خبره في الارض والزراعه. هو برضو الدوله الخريج ما اديش خريج ارض او اسلمه ارض ويسقعها او يبيعها زي ما حصل قبل كده. يعني ياخد. لا بس الدوله المره دي جاده، وبالعكس ده هي عايزه. ده عشان الرئيس يوم اتكلم عن الموضوع ده كان بيتكلم على توفير فرص العمل. دلوقتي في ضوابط برضو في شروط التسليم، انه ما ينفعش تتباع او ما ينفعش يتنازل عنها. وده اهم حاجه.
قبل كده كان الخليج ياخد الارض، انا مثلا دكتور، انا هروح ابو المطامير اعمل ايه؟ ببيعها واعمل اي مشروع. ما هو ده بقى برضه الايه المشكله بنقع فيها دلوقتي. لا، هو اللي ياخد حاجه دلوقتي انتج. أيوة. بالظبط كده. وبعدين الدوله عامله احصائيات كده، يعني انت المكان الفلاني هيبقى في نسبه للقمح، المكان الفلاني في نسبه، صح، كل حاجه حسب بالظبط توزيع كده ايه. ده يبقى جميل جدا، ان شاء الله يتم المشروع ده سريعا. الكل هيستفاد. طبعا. لو في مصنع الكل هيشتغل. يعني كان رئيس الهيئه السابق كان بيقول بدل ما نسلم، لا نعمل مصانع ونشغل الشباب. نشغل الشباب يعني. لا، اللي ما يستلمش او يجي يقولوا حالفه الحظ انه يستلم، يبقى له مكان في مصنع يشتغل ان شاء الله. والخير جاي ان شاء الله. بس مهم ان الناس تتفائل. اخد مدام كريمه بس سريعا. مدام كريمه. ايوه، صباح الخير. صباح الفل، اهلا وسهلا. ازيك يا داليا؟ الحمد لله، ازيك انت؟ منوره يا قمر. ربنا يكرمك، اتفضلي. ربنا يخليكي. طبعا بشكرك جدا على المواضيع الجميله اللي دايما بتطرحيها. اشكرك يا حبيبتي. وبصبح على استاذ الحسيني. اهلا بحضرتك. وطبعا بكمل على كلامكم وكلام الضيف اللي كان بيتكلم. بجد احنا مفتقدين قيمه من الاخلاق العاليه. يعني كان زمان من حوالي مثلا يعني 15 سنه او 20 سنه كان اهم حاجه عندنا الأسرة والترابط، وإن الغلط والصح. دلوقتي ما بقاش فيه كده. وطبعا يعني القنبلة الموقوتة اللي هي بقى النت والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها، الولاد يعني بيقولوا لبعض أفكار وبيعلموا بعض حاجات. بجد احنا يعني بيجيلنا يعني صراع بيننا وبين نفسنا ان ازاي هم بيفكروا بالتفكير ده. وطبعا بقى المشكلة الكبيرة جدا ان انا فعلا يعني بكلم فيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له ان هم يتكوا قوي على موضوع الدين اللي كانوا عايزين اصلا يشيلوه. المفروض يزودوا مع التربيه الدينيه ماده اسمها الاخلاق، لان بجد احنا والله كلنا بنطالب على وجود الماده دي فعلا يا مدام كريمه. كل الناس عايزه وجود ماده الاخلاق تدرس من KG1 لثانويه عامه. بالظبط. والله بجد، لاني عارفه عندنا هنا في اسكندريه بكلمك بجد، والله الواحد بيعاني من الابتدائي لغايه الجامعه في اخلاق وسلوكيات كتير. بجد احنا يعني زعلانين والعيال. ايوه، اسكندريه دي الحاجات اللي بتزعل فعلا، يعني مش القاهره بس، دي حقيقه. انا بروح اسكندريه بزعل، اسكندريه بتاعت زمان. بناء عني ان انا طبعا اكيد في كل المحافظات. ايوه صحيح. بس بجد انا يعني بتمنى ان يا ريت ان انتوا يعني تتبنوا الموضوع دوت وتتكلموا عنه كتير في الاعلام، لان معظم الناس دلوقتي بتتفرج على القنوات اللي هي الخاصه ديت. فيا ريت ان انتوا تتبنوا الموضوع دوت. حاضر. بشكرك يا حبيبتي، صباحك زي الفل. صباحكم زي الفل دايما. بشكركم وبشكر قناه النيل فاميلي، لان انا من اهم القنوات اللي بحب اتفرج عليها. اشكرك شكرا جزيلا، صباحك زي الفل. هرجع تاني حضرتك يا استاذ حسيني، وفكره يعني مدام كريمه كانت بتتكلم في فكره ماده الاخلاق. احنا محتاجينها في حاجات كتير. في حاجات بسيطه الناس مش واخده بالها منها. يعني كنا بنتكلم حتى قبل الهوا عن حضرتك انك من ساعه ما تنزل من البيت بتشوف اولا يعني مشاهد مؤلمه للنظر وللنفس. بتتعامل في سلوكيات مرور بشكل غريب جدا. بتشوف ناس وتصرفاتها تحس ان هي الناس دي عجيبه، دي ناس جايه منين؟ عجيبه صح. يعني احيانا كتير كده تخيل بقى لما في حاجات بسيطه يا فندم الناس ما بتعرفهاش. يعني في مش هقول كل الناس ما بتعرفش احترام طابور، في ناس بتحب الفهلوه وتروح معديه علشان في ناس ما تفهمش حاجات بسيطه، مثلا انه لو في مواصله عامه، لو في مترو الانفاق مثلا، اللي راكب جوه اللي بره لازم يستناه لما ينزل عشان يركب. ما ينفعش ان احنا نعمل تصادم، ده سلوك يا جماعه. يعني ما ينفعش لا اول ما الباب يتفتح تقول انت عايز تهجم، طب اللي جوه ده هينزل ازاي؟ نفس الشيء في اسانسير، نفس الشيء في مبنى، حد خارج وحد داخل. يعني في حاجات بسيطه انا مش عارفه هي دي غابت على الناس فين، او هل هي محتاجه ان احنا نعلمها للولاد في المدارس؟ يعني انا مش عارفه. هو بس يعني المفروض الشخص او الانسان او المواطن كعامه يبدا بنفسه الاول. انا دلوقتي وانا داخل دلوقتي المترو من امبارح لقيت فرد امني فوق قال لي يا استاذ من اليمه الثانيه. اتبسطت جدا. لقيت دوت اللي نازل فقط. اليمه الثانيه للي خارج فقط. بس هو احنا ليه محتاجين؟ على فكره ده بيحصل في انا عند الناس ليه؟ عند الناس المتقدمه بشكل عادي جدا، مش محتاجين فرد امن يقف على الباب عشان يقول. بالظبط. ده سلوكيات في طبيعه البني ادمين. بالظبط. يعني مش كل مثلا مش كل مواطن عليه فرد امن. معلش انا خلاص عرفت كده فتره معينه، خلاص انا هعرف
زي دلوقتي انا حضرتك انا عرفت الطريق امشي بقى، مش ارجع تاني بعد كده واخالف او امشي في ما انا مش عارفه هو احنا فكره المخالفه دي ليه في بعض الناس ده في ناس بقى متخصصه بتشوف ان ده نوع من انواع الفهلوه الذكاوه، انا كده شطرت على اللي قدامي ابقى انا بعمل مخالفه. هسمع كلام حضرتك في هذا الموضوع بس نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ومع الساده المشاهدين. خليكم معانا. اتفضل. اهلا بكل مشاهدينا، برحب بحضراتكم مره تانية. ما زلنا معاكم على الهواء مباشره في حياتنا، بنتكلم النهارده عن دور الاعلام الحقيقه، ومش دور الاعلام بس، دور كل مؤسسات الدوله في تعديل سلوكيات المواطن. برحب مره تانية بضيفي الاستاذ حسين هريسه، الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاحرار. اهلا وسهلا بك. قبل ما نستكمل حديثنا معايا بس مدام ريهام على التليفون. الو. الو، صباح الخير. صباح الفل. اهلا يا داديا، ازيك؟ ازيك انت؟ بصبح على دكتور حسيني. عايزه اشكرك على الموضوع ده لان هو موضوع مهم جدا، وانا بصراحه نفسي اتكلم فيه من زمان عشان هو مؤثر جدا في المجتمع. ايه اكتر حاجه بتضايقك في سلوكيات، مش هنعمم بعض الناس لان بالتاكيد في ناس لا بتلتزم بالسلوكيات الايجابيه، ايه اكتر سلوكيات سلبيه بتشوفيها في المجتمع ومضايقاكي قوي؟ البلطجه. البلطجه دي عندك تحتيها حاجات كتير قوي. ما هو بصي، البلطجه اللي هو كل واحد بقى ماشي يعني بياخد حقه بدراعه بقى، واللي واحد صدقيني ما بيبقاش في حقه كمان، يعني ممكن ياخده مش حقه. والله بتحصل يعني تلاقي، بس هو كده يعني. والله العظيم كان في حضرتك الاستاذ اللي معاكي كان بيتكلم عن محطه المترو، وحياه ربنا كنت مره واقفه عند عربيه السيدات وجه راجل. أيوة. فبقول له حضرتك دي عربيه السيدات؟ قال لي هركبها. يعني انا رايحه اقول له علشان مثلا ما ياخدش مخالفه، عشان مثلا لما المترو ما يجيش ما يقعدش ما تقومش عليه فوق المحطه بعد الساعه 9 استاذ داليا. فوالله لا، ما هو في عربيه للسيدات بس وفي عربيه لغايه الساعه 9. فقال لي ما فيش عربيه للرجاله بس. انت جاي يعني تقف وسط الست؟ ايه الرخامه دي يعني؟ ضرب على طول بقى. وركب فعلا المترو. ركب والله عادي، بس هو جه بعد كده حد من بتوع الامن نزلوه في المحطه اللي بعدها. بس اللي هو يعني انا جاي بكلمك عشان مصلحتك انت، ايه قله يعني سوري يعني انت بتتكلم كده بأمارة ايه يعني؟ صحيح. جاي تاخد حاجه مش حقك فعلا، وبعد كده معترض ان انا بنصحك. لا وبعدين شوفي يا ستي، يعني عندهم عربيات المترو كله، انما جاي مزنوق في عربيه جاي دي. يعني هو فعلا بجد اتضايقت منه، يعني مش فاهمك خالص. طبعا. هو كنت عايزه بقى اتكلم عن نقطه ثانيه بعد اذنك. اتفضلي. المسلسلات بقى والافلام اللي هي احنا كلنا بنفتح التلفزيون وكلنا بنتفرج على افلام ومسلسلات، وكل ناس كتير يعني خاصه الاطفال بيتعلموا منهم. ايوه. يعني اما مثلا تلاقي ممثله كده هي البطله كيوت ولطيفه طول المسلسل، وبعدين فجاه حد ضغط عليها تلاقيها بدات تتعصب وتكسر وتشتم وتزعق وكده. فهو كده خلاص الواحد اللي قاعد بيتفرج بيتعلم ان يعني وقت الغضب بقى مفيش حاجه توقفني. فانا بس عايزه يعني الرقابه لو تركز يعني مع الالفاظ كمان اللي بتتقال، شتايم وحاجات كتير بتتقال بتطلع في المسلسلات عادي جدا. والحاجات دي مش ده الطبيعي بتاع مجتمعنا. يعني كان في مره حد جاي، يعني حد ممثل بيقول مش الممثل انا اللي قلت اللفظ ده، لكن اللفظ ده كان مهم في الدور. يعني البطل هو اللي قال اللفظ ده، يعني هو بيفصل نفسه عن الشخصيه وبيتقمص الشخصيه، هي الشخصيه اللي بتقول مش هو. بس ما هو انت قدوه لغيرك يعني. بعدين انت برضو كنت عملت ادوار حلوه بعد كده قبل كده، فليه تبوظ صورتك عند يعني الاطفال بالذات؟ بصي انا بتكلم على الاطفال، هم اكتر ناس بيلقطوا طبعا، لان ده كمان هو ده اللي يعني هنعتمد عليه في المستقبل، ده عماد الدوله للمستقبل. بالظبط، احنا عايزين الاطفال دول يبقوا طالعين فعلا عندهم اخلاق زي ما مدام كريمه كانت بتقول، وعايزينهم يتعلموا حاجات حلوه، مش هو ده اللي بيتعلموه. يعني كان في فيديو منتشر على الفيسبوك، انا اسفه لو طولت عليكي. لا ولا يهمك. الولد الناس كلها كانت مشيره ولد صغير كده وواقف اللي هو بيرقص بالمطوه ده. كان فيديو انتشر قوي. هو يعني ده اللي احنا هنعلمه للولاد؟ ولد في ابتدائي وماسك المطوه بيرقص بيها، هي دي الحاجه الحلوه اللي الناس فرحانه بيها؟ عندك حق. بعدين يطلع حد تاني يقول لك اصل دول فئه من المجتمع وما ينفعش نهمشها. اوكي ما تهمشهاش، بس ما تركزش عليها بحيث ان تبقى هي دي كل مسلسلاتك وحاجاتك بتتكلم عنها. فخلاص فالناس قاعدين بيتفرجوا بقى عمالين ياخدوا الحاجات دي يعني تتركز في دماغ الاطفال بالذات. انت جميله، طول ما في ناس كده جميله ومتفاعله معانا في هذا الموضوع. طب ده كويس، ده يعني ده سلوك ايجابي في حد ذاته للناس، بس نحاول كلنا بقى نتكاتف. مش هطلب النهارده بس من مؤسسات الدوله ومن الاعلام
ومني انا شخصيا ومن كل واحد فينا، لا كمان مواطنين، ان احنا نحاول نعدل سلوك بعض لما بنشوف حاجه مش كويسه. انا بشكرك جدا مدام ريهام على مداخلتك. استاذ حسيني كنا بنتكلم، طبعا عندك اي تعقيب على مداخله مدام ريهام قبل ما نكمل كلامنا؟ يعني اثارت مشكله عامه، مشكله البلطجه. اللي حصل في المترو ده بلطجه، بس المفروض يتعامل معه، يعني المفروض يتعامل معه على طول، يتحرر له مخالفه، او فرد الامن على طول يحرر مخالفه، او يعني يحرر يعني على طول عشان الظاهره. ما هي بتقول ان هو نزله لا نزله، لا ما فيش حاجه اسمها نزله. نزله لا، ينزله يعمل له مخالفه او يعمل له محضر. بس احنا علشان بعد كده نبقى شعب طيب، معلش هي غلطه بالظبط كده. تبص حضرتك برضو في المترو تلاقي حد بيرمي مخلفات في المترو. المترو ده بتاعي وبتاعك، بتاع ابني وبتاعك، انت حافظ عليه. انت يعني لو تقدر تعيش في الغرفه بتاعتك وتعمل حاجه زي كده، حافظ على الحاجه اللي انت عايز تسيبها مكان نظيف. وده النظافه من الايمان، ده اماطه الاذى عن الطريق. ده انت لما بترمي حاجه في الارض انت بتاخد عليها سيئه، لما بتشيلها من الارض بتاخد عليها حسنه. يعني ده تعليم الدين اللي اتعلمناه واحنا صغيرين. ما هنا البعد بقى يا استاذ داليا، البعد عن القيم والاخلاق هي اللي بتعمل فينا كده. يعني لا ضرر ولا ضرار. معلش انت والله انا ما عارفه يا استاذ حسين، يعني انا ما بقدرش انسى الحقيقه مشهد شفته، راجل ملتحي وقاعده جنبه ست منتقبه وعربيه فارهه، وقاعدين هم واولادهم بياكلوا فاكهه وبياكلوا واحنا في الشارع، ولب واكل حاجات مغلفه حلويات، تمام، وكله بيرمي من الشباك، الست والراجل ويرمي من الشباك. طب انت يعني اي دين اللي انت بتتكلم عنه او اللي انت واخد هذا المظهر والشكل بس فيه، ازاي تعمل كده؟ يعني انا فوجئت بهذا المشهد. انت وما انتش مثلا ماشي، ده شارع كمان كان لسه معمول جديد، والطريق متوسع ومتسفلت، وطريق نظيف وحاطين فيه زرع، يعني لسه الشارع مفتتحينه جديد وتمشي بتعمل كده. يعني حضرتك لو مشيت دلوقتي في جميع الميادين في القاهره، عامه القاهره الكبرى، يعني القاهره والجيزه والقليوبيه، هتلاقي فيه تطور جميل جدا. بس انا مش عايزه احافظ عليه، ومظهر جمالي، وهتلاقي فيه مساحات جميله جدا، مساحات جميله الترفيه. يعني تنزلي بالليل انت والاسره بتاعتك تتمشي، تعملي شويه، الاقي المكان نظيف، ما لقاش مكان بقى يعني غير ادمي. ده لازم يكون برضو. معلش انا لو لقيت حد بيرتكب مخالفه زي كده، مش عيب ان انا اقول له لا ما ينفعش كده. زي ما الاقي مثلا راجل كبير في المترو وشاب قاعد وحاط الموبايل وبيلعب في الموبايل، وسايب راجل كبير واقف والمكان بتاعه مخصص، يعني ده قاعد في مكانه هو. الناس مش فاهمه خالص علامه العلامه بتاعه ان ده مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه او الاعاقات. في اي مكان بقى، لو في مترو، لو في الشارع، لو مكان مخصص لركن عربيه، ولا كانه شايف حاجه خالص. ازاي تعمل كده؟ بره ده بيتعاقب، ده عليه مخالفه شديده. طب هاخد المداخله التليفون بس سريعا من اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخليه السابق. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير يا استاذ داليا. سياده اللواء، تحياتي لحضرتك واهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. في تعقيب حضرتك لو بتابع معانا الحلقه على سلوكيات المواطنين، على سلوكيات الناس في الشوارع، في المرور، على سلوكياتهم بصفه عامه، شايفه ازاي؟ اولا احنا عندنا ولكم في رسول الله اسوه حسنه. دايما احنا ربنا لما ذكر سيدنا محمد في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، صحيح. الأخلاق هي بداية بناء الأمم. الإعلام له دور كبير، والإعلام ليس التلفزيون فقط، وإنما عندنا الراديو وعندنا الصحف والكتب المقروءة والمسموعة وسائل الإعلام. دي لابد هناك أن يكون هناك نهج معين في الإشارة إلى سلوك المواطنين وما حدث وسببها، وهذه مشكلة يجب أن يتم دراستها كويس عن طريق خبراء. من وجهة نظر حضرتك يا فندم ايه سببها؟ ايه سبب السلوكيات الخاطئة الكثيرة اللي يعني في بعض الناس قالت رجحتها للأفلام، للأعمال الدرامية اللي فيها بعض الألفاظ والمشاهد وكذا؟ هي مجموعة أسباب. أولا ما بعد ثورة 25 يناير أمن الناس العقاب، وهناك قاعدة تقول من أمن العقاب أساء الأدب. صحيح. فإذا كان القانون بيطبق على الجميع ويطبق على كل أفراد المجتمع دون استثناء،
سواء من اخطأ في حق الوطن او في حق مواطنين اخرين يجب ان توقع العقوبة عليه. لكن هناك بدايات قبل العقوبة، وهي التوجيه، والاعلام معروف ان هو بيوجه الرأي العام من خلال اللقاءات ومن خلال الحلقات زي ما حضرتك عملت كده. يجب هناك ان يترفع المتناقشون في الحلقات التلفزيونية، وهي فيها بيستضيفوا بعض الأخوة الزملاء أو الأعزاء، وتلاقي فيه تراشق بالألفاظ، تراشق ببعض الأحيان بالكراسي زي بعض القنوات الفضائية الخارجية. ده بيعلم الناس على الهمجية، والهمجية دي في منتهى الخطورة إذا تصرفنا فيه. فضلا على ان هناك بعض الافلام بتظهر يقول لك دي زي ما حصل، ان زي ما بتقول احد المتصلات سابقا ان في فيديو بالنسبه لطفل بيرقص بمطوه، ويقول لك دي شريحه من المجتمع. لا، اذا بليتم فاستتروا. صح. يبقى لابد ان نخفي هذه العادات السيئة عن نظر الآخرين اللي هم مش متعلمين. زي اللي بيصور لك انه مصر مخدرات ودعارة واستخدام اساليب قذرة واسلوب، ويقول لك اصل ده موجود، ده واقع في المجتمع. طب واقع في المجتمع نظهره ونبرزه ولا نحاول بقدر الامكان ان احنا نعدله؟ لا، نعالجه. يا لابد ان يتم علاجه، وعلاجه في كل منطقة على حدة. صح. مش عملية ان انا اظهر بعض العادات واقول دي شريحة من المجتمع. طب ما جيتش ليه للشريحة الكويسة، العلماء، شريحة الصحفيين، شريحة الاعلاميين، شريحة الفقهاء. كل مجال فيه طبعا في كل ناس كويسة. فضلا على ان في حاجات معينة طبعا بعض يعني المجالس النيابية يجب ان يظهر فيها الاخلاق الكويسه، ما يبقاش فيه مشاحنات، هناك ادب للمناقشات. بنتمنى يا فندم، بنتمنى جدا يا سياده اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخليه السابق. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه يجب ان تكون التصريحات سليمه، تصريحات صادقه، يكون فيها جديه، يكون فيها الوعد الصادق. صح. انا بشكرك سياده اللواء شكرا جزيلا على هذه المداخله. هرجع حضرتك مره ثانيه يا استاذ حسيني. وطبعا سياده اللواء قال كلام ونقاط مهمه جدا، يعني بنتمنى انها يعني تبقى محطوطه في الحسبان لما بنيجي نعمل مسلسلات رمضان تحديدا، بننزل بالافلام في المواسم اللي معروف ان دي بيبقى عليها ازدحام. ما ينفعش يبقى هو ده مظهر مصر، ما ينفعش يبقى هو ده المشهد اللي احنا ناخده قدوه للشباب، مش بس الاطفال. انت عندك كمان فتره خطره جدا، فتره المراهقه وبدايه الشباب. ده هو ده بقى ليه الفتره الخطر بقى. سياده اللواء كده انا بشكره عشان هو يعني قال حاجه، قال انتوا ليه ما تجيبش المظهر كويس؟ طبعا. بمعنى لو في مثلا فيلم او سيناريو وفي اغنيه مخله، انا بسيب كل حاجه باخد الاغنيه ديت. خدت بال حضرتك؟ وطبعا احنا شفنا قبل كده الحاجات اللي يعني حاجات كتيره دلوقتي بنسمعها، عبد موته ومش عارف ايه وايه وده، والشباب بيحتذى بيها جدا يعني، وباخدها بقى بعين الاعتبار يعني. لا، انا اقدم الاول الطريقه الصح، اقدم بشكل كويس، اقدم مسلسل يعالج مشكله. ايوه، يعني انا لما بتكلم على سواقين الميكروباصات مثلا، لا ذكرت ده يا استاذه داليا بقى، معلش بعد اذنك، حضرتك وانت جايه دلوقتي من بيتك بالعربيه اكيد شفت حاجه. لا انا أكيد. كل يوم يوم بشوف. لا ده انا بتكلم دلوقتي كل يوم، وتشوفي تسمعي في تعامل حتى سواق الميكروباص مع الركاب، مع الراكب نفسه. بلاش حتى، مش هقول تعاملوا مع العربيات اللي جنبه، لا مع الراكب، بتكلم على الراكب. ليه هذا الاسلوب؟ يعني ليه الراكب اسلوبه كده، وليه سواق الميكروباص اسلوبه كده؟ ليه؟ ما الراكب، هقول لحضرتك حاجه، دلوقتي حضرتك سواق الميكروباص ما فيش قانون بيحكمه، ولا محليات ولا قانون مرور ولا اي حاجه، ما بخضعش لاي حاجه. وانا هقول لك مثال دلوقتي، وانت حضرتك برضه هتاخدي بالك منه. حضرتك لو عديتي بعربيتك شارع الهرم او شارع فيصل، اللي ماشي هناك، اللي شغال هناك فلوكس، مفيش عربيه تقدري تاخد اللوحات المعدنيه بتاعتها، النمره بتاعتها من ورا، مستحيل. لو ارتكب مخالفه، ازاي رجل المرور
يتحصل على النمره بتاعت العربيه ديت. يعني طب ليه؟ ايه السبب؟ يعني هيقول لي مثلا الموتور بيسخن. لا احنا في الشتاء يا حبيبي. مفيش يعني. عملت بحث وسالت كذا حد، طب العربيه بتسخن؟ يقول لي لا في فتره الصيف. طب انت خاف اللوحه المعدنيه ليه؟ عشان ما يتاخدش مخالفه. مش صح كده؟ يعني ما هو راجل المرور مش هياخد المخالفه الا بعد ما يتعدي. ما يقدرش ياخدها. وده ظاهره دلوقتي احنا بنشوفها وبنرتكبها. والحاجه الثانيه التعريفه المقرره، يقول لك مثلا 2 جنيه، لا هو يقول لك لا ده ب2 ونص. طب مين؟ طب معلش فين فين المسؤول؟ ايوه فين المسؤول اللي يحاسبه؟ ما هو طالما معلش ما فيش حد يحاسبني اعمل اللي انا عايزه. يعني طالما فيش. طب يعني حضرتك بترجع انه كثير من سلوكياتنا السلبيه اللي موجوده في المجتمع، ما بين بقى اسلوب مش لطيف في التعامل، سواء بقى من سواق الميكروباص او من الراكب، من التحرش، من المعاكسات، ده كل ده محتاج قانون. يعني احنا علشان نتربى محتاجين قانون يربينا. ما هو حضرتك بقى يعني ليه؟ ليه؟ ومصر ما كانتش كده يعني. لا في الاول لا ما كانش كده طبعا. يعني عمرها ما كانت كده. احنا ما سمعناش كده. معلش احنا ما سمعناش كده. هو الاول معلش بعد اذنك انا يعني حد قال لي قبل كده، يعني حد ربنا يديله طول العمر، بيقول انا قعدت 20 سنه ادخن سجاير ووالدي ما يعرفش عنها حاجه. 20 سنه ووالده مات ما يعرفش انه بدخن. دلوقتي حضرتك الطالب في سنه ثالثه اعدادي او اولى اعدادي بيدخن قدام والده. طب ما انا ما والده ما يعني معلش ما قالوش كده ليه؟ يدخن قدام المدرس. ما فيش حد مثلا قال له يا ابني كده غلط او انت بتعمل كده ليه؟ لا يعني ما تعدى حدوده. النهارده عمل كده، النهارده عمل كذا، بعد كده ارتكب ولقي نفسه واقع في مشكله ما يعرفش يطلع منها. ايوه. وبنسكت بقى يعني ايه؟ لا ده الولد ده سيبه ده هيكبر. لا غلط. معلش يعني اساتذه علم النفس يعني عندهم هم بقى التحليل اكتر من كده، بس ما ينفعش. بمعنى يعني خلينا نتكلم بقى ايه بالعامه او بالطبيعه كده. لو انت عندك دلوقتي رحت على معرض الزهور وخدت زهريه كده جميله ولا حاجه، ورد طبيعي زرعتيه في البلكونه عندك، وهو بيدولك يقول لك يا استاذه داليا ده يوم كذا تديله الميه، بعد يوم كذا تديله ميه، يتابع يعني متابعه، عمليه متابعه. لا معلش انا بسيب الولد هو في المدرسه والمدرسه بتتصرف معه. لا غلط. طب ما انت مرجع. بس انا هقول لك حاجه، المدرسه زمان يعني زمان كانت حتى المدارس الحكوميه كانت ليها وضع، ما عشان في قيم يا استاذ بالظبط. كانت هي فعلا بتربي مع وجود كم غير طبيعي ده من كل مدرسه ومدرسه مدرسه سواء بقى بنظم تعليم مختلفه، ما بين دولي ما بين خاص ما بين اجنبي ما بين تجريبي ما بين حكومي. طب فين دور المدرسه؟ ومع ذلك ما بتأديش نفس الدور اللي كانت بتقوم بيه المدرسه زمان. علشان الاول كان فيه هيبه للمدرس او هيبه للمعلم. مين اللي بوظ الهيبه دي؟ هل المدرس نفسه؟ المسؤول نفسه يا فندم. المدرس مش ذنبه حاجه. دلوقتي هقول لحضرتك حاجه، خلينا برضه ايه يعني ايه نناقش حاجه يعني مشكله واحده واحده كده. دلوقتي انا لو ليا ابن في المدرسه في اي مرحله تعليم، والولد جه اشتكى لي قال لي يا بابا ده المدرس يا بابا شتمني او ضربني بالقلم، اروح الصبح اروح تاني يوم بقى واروح جاي على الاداره عامل محضر وشكوى. المدرس راح فين يا استاذ داليا؟ القانون مش ينفع ما ينصفش المدرس او معلم. لا عشان المدير الاداره او المنطقه التعليميه او المدير العام يريح المشكله ده عن دماغه، بره يعملوا بره الاداره ينقلوا. طب ما هنا في مشكله، اللي بعده هيعمل ايه؟ ايوه بس ما هو كمان، ما هو احنا ما اقدرش كمان اسيب مدرس. ما انت بتسمع قصص عن ان مدرس ضرب طفل لغايه ما مات، عن ان مدرس، ما هو يعني لا اقدر اسيب ده ولا اقدر اسيب ده. يعني لازم يبقى فيه حلول. يا فندم يعني لازم يبقى فيه لجنه بتحقق بتتشكل كل واحد ياخد حقه. لا انما ما ينفعش ان انا لا ارمي المدرس ولا كمان اسيب المدرس ما يضرب ينفعش. الاطفال. هو اولا ما فيش حاجه اسمها مدرس يضرب طالب. بالظبط. ده ممنوع. ده ممنوع. اذا انت ارتكبت خطا، انت كمدرس انت ارتكبت خطا بالظبط. بس انا مش عايز ارتكب يعني ابدعي بالباطل ويعني ايه يكون مثلا في لجنه يعني تقصي حقائق يعني في. ايوه ما ده انا بقوله بالظبط كده. المدرس غلط يتحاسب طبعا. الطالب غلط يتحاسب. انت خدت بالك؟ بس احنا نساعد على كده. يعني ولي الامر لازم يكون عنده ثقافه ان انت ودي ابنك المدرسه يتعلم،
مش موديه مثلا يبلطج او موديه. طبعا. هقول لحضرتك حاجه، عدي حضرتك دلوقتي قدام اي مدرسه، مم. اي مدرسه وانت ماشيه دلوقتي هتلاقي الطالب سوري في اللفظ ماسك السيجاره وبيدخن. مم. مجموعه مع بعضه. طيب واخد المصروف من والده، بابا انا عايز اخد درس، واخد المصروف جايب سجاير هو زمايله وبيدخنوا قدام المدارس. طيب ما ده دور المدرسه اللي اختفى بنتكلم فيه. طب يعني احنا قبل ما نختم حلقتنا يا فندم، ازاي ممكن نعدل السلوك؟ مين المؤسسات المسؤوله وكل واحد يعمل ايه سريعا؟ كل واحد مسؤول. زي ما ذكر كده سياده اللواء في المداخله، قال لك ان الاعلام مسؤول، الصحافه مسؤوله، الاذاعه مسؤوله، يبقى في توعيه. هو دلوقتي حضرتك بس الاعلام لوحده مش كفايه على فكره. ما الإعلام يعني انا بتكلم النهارده عن الاعلام لان هو عليه دور بس كبير، مؤثر يا لان أستاذ كل داليا. واحد قاعد في البيت فاتح ماشي التلفزيون بس بيتفرج مؤثر. او ماسك الجرايد. بس مؤثر اكبر بس جهاز مش مؤثر. لوحده. لا مش لوحده. انا بتلقي منك المعلومه او النصيحه، انا انفذها. يعني انا انفذها اللي بعدي، يعني عليا وعلى اللي بعدي وعلى القريب مني. أيوة. يعني مثلا على يعني على حسب حسب المثال كده، ان لو في مثلا شيء معين انا شايفه حلو كويس، يعني حاجه كده مثلا انا اروح فسحه النهارده وهتفسح وهاخد راحتي يعني وكده وهي بيبقى فسحه ظريفه كده، يوم جمعه يوم اجازه، هاخد معايا 2 3 زمايلي، هنقضي يوم كويس. طيب لو العكس بقى يبقى انا كده بايه ضريت نفسي وضريت اللي بعدي. صح. فلازم يكون يعني لازم يكون في توعيه طبعا. مش من الاعلام زي حضرتك قلتي، من كل مواطن وكل جهات المؤسسه وكل واحد مسؤول عن نفسه. صحيح. وكل استاذ حسيني هريسه الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريده الاحرار، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني شكرا يا فندم. النهارده، وبشكر كل شكرا يا الساده المشاهدين على حسن المتابعه، والى اللقاء. شكرا يا فندم.